أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، وفيها نتوقف عند اعتبار الجزائر في الأمم المتحدة أن لا حل لقضية الصحراء الغربية دون حق تقرير المصير. مع ضيفي عبر الأقمار الصناعية، أولا من الرباط مشاهدينا الكرام الدكتور عبد الرحيم منار سليمي، رئيس المركز المغربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات. دكتور عبد الرحيم منار سليمي، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. أهلا وسهلا سي حكيم، مرحبا بك ومرحبا بضيفك الكريم. مرحبا بك، ورحب أيضا أنا وأنت بضيفي في الاستوديو الدكتور زيدان خليف، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور زيدان خليف، أهلا بك ومرحبا، شكرا على تلبية الدعوة. وشكرا على الاستضافة وتحية إلى الجميع. مرحبا بك. أبدأ من كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلمة وزير الخارجية الجزائري سيد عبد القادر مساهل، الذي يقول أن بلاده تعتبر مسألة الصحراء الغربية كمشكلة متعلقة بتصفية استعمار لا يمكن تسويتها إلا عن طريق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره. أستسمحك دكتور منار سليمي في أن أبدأ أولا مع ضيفي في الاستوديو الدكتور زيدان خليف، أستاذ العلاقات الدولية. ما تعليقك على تصريحات السيد مساهل في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ أولا مساء الخير وتحياتي إلى مشاهدي ومستمعي القناة. مرحبا. أولا فيما يخص الوزير مساهل، لم يأتي بجديد ولكنه أعاد كل ما هو موضوع على الطاولة، ومنذ على الأقل 91 منذ وقف القتال في الصحراء الغربية، والإتيان بالمينورسو التي هي انبثقت عن قانون أو عن قرار سيادي من جمعية الأمم المتحدة، من مجلس الأمن، واسمها المنظم إلى غير ذلك للاستفتاء. أن هناك استفتاء، ولا نستطيع أن نستثني أن الاستفتاء، أو لا نستطيع أن نستفتي أناسا أو ساكنة إذا كانوا غير مستعمرين وغير محتلين. وهنا مع أني قلت هذه الكلمة قبل بان كيمون، أعيد ما قاله بان كيمون في أفريل 2016 عندما قال احتلالا مغربيا. والمينورسو عملها منذ 25 سنة، وهي تلتهم أموالا وميزانيات من جمعية الأمم المتحدة. كان اللاجئين أولى بها بأن يقوم هذا الاستفتاء. هذا ما وضعه مساهل على الطاولة، ولا يطلب شيئا آخر. وحاجة كلمة أخيرة، فإذا رفضت هذا المبدأ فأنا أرفض استقلال الجزائر، وبالتالي أرفض حتى استقلال المغرب، لأن هذا هو المبدأ. سنعود على هذه النقطة لاحقا، الذي أكثر هذه النقطة. أعود إلى ضيفي عبر الأقمار الصناعية الدكتور عبد الرحيم منار سليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات. ضيفي في الاستوديو كما استمعت إليه يقول ولئن كان السيد عبد القادر مساهل لم يأتي بجديد إلا أنه يعود على ثوابت متعلقة بمهمة المينورسو في الصحراء الغربية. ردك على ما قاله وعلى تصريحات السيد عبد القادر مساهل في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، دكتور منار سليم. سأرد على ضيفك وأصحح له. إذا عاد إلى ذاكرة الأمم المتحدة سيجد بأن ما قاله بوتفليقة في الدورة 29 لسنة 1974 هو ما قاله مساهل منذ أيام داخل الجمعية العامة. هل يعقل ونحن دارسين للعلاقات الدولية أن تظل هناك دولة تردد خطاب واحد لمدة 43 سنة، بمعنى لا شيء، وكأن لا شيء تغير في العلاقات الدولية، وكأن النظام الدولي لا زال هو نفسه، وكأن التوازنات هي لا زالت نفسها. وأصحح له لأنه يجب أن يميز الأمر، لا يتعلق بقانون، يجب أن يضبط الأمر يتعلق بقرار لمجلس الأمن، وأدخلت عليه الجزائر مجموعة من الأساطير، منها مسألة الاستفتاء، مسألة تصفية الاستعمار. وأدعو الأستاذ إلى العودة إلى آخر قرار
والقرارات الأخيرة للسنوات الماضية ومنها القرار 23/51 ليبحث فيه بكلمة كلمة هل سيجد هناك ما يسمى ما تردده الجزائر مسألة استفتاء أو مسألة تصفية استعمار، هل سيجد هذه المصطلحات؟ ما قاله بان كيمون الكل يعرف بأن بان كيمون كان في نهاية ولايته وأجندته جلس يومين في الجزائر والكل يتحدث عن صفقة، بمعنى كانت هناك عملية إرشاء لكي يتحدث بتلك اللغة وحاول أن يعود في حتى لا نعود إلى الوراء. تعليقك الآن لم يكن يعرف ما يقول. تعليقك على تصريحات السيد عبد القادر مساهل، سيد منار سليمي، هذه التصريحات من على منبر الأمم المتحدة باختصار شديد حتى أعود إلى ضيفي. مساهل تناقض. مساهل يريد أن يقول هناك يتحدث عن الاستقرار بالنسبة لكل دول العالم إلا لا يريده إلا للمغرب. يتحدث عن استفتاء ويتحدث عن تقرير المصير وكأنه لم يقرأ تقارير الأمم المتحدة بان كيمون في أبريل الماضي. وهنا أوضح للأخ إذا كان قد قرأ، يقول بأن تقرير المصير بالطريقة التي كان مطروح بها يجب أن يعاد به النظر، هو مرفوض. سيد منار سليم، نحن هنا نتحدث بحجج القانون الدولي. إذن الخطاب نفسه منذ عقود لا يأخذ بعين الاعتبار اختلاف التوازنات الراهنة، هذا أولا. ويقول السيد عبد القادر مساهر يدافع عن استقرار كافة الدول، خاصة واليوم يتزامن مع الاستفتاء حول استقلال كردستان، والحديث الأحد المقبل قريبا أيضا على استفتاء المتعلق ربما بكتالونيا والذي تعارضه السلطة المركزية. يقول يدافع عن استقرار كافة الدول ووحدتها مستثنيا المغرب. ردك عليه دون أخذ بعين الاعتبار التوازنات الجديد. أولا فيما يخص الدورة 29 في 1974 أذكر الأستاذ الكريم بأن الحق يبقى حقا وإن دارت عليه القرون، لأن الحق واحد وما بقي فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمن 74 أكدته جمعية الأمم المتحدة في 1992 بأن هناك احتلال، والدليل على ذلك أن اليوم ضيفك الكريم ليس صحراويا ولم يولد في الصحراء ولا يشتغل في الصحراء، وهذا دليل أكيد. فإذا كان المغرب قد احتل التراب فإنه لم يحتل النفوس ولم يرجع من الصحراويين مغاربة رغم أنوفهم، لأن ذلك لو كانت نفوس الصحراويين أصبحت لزاما أن تكون مغاربية لجيء اليوم بصحراوي واحد يقابلني ويتكلم على نظرية الصحراء. يقول المعطيات تغيرت. لا، الحق مربوط بالحق، فإذا تغيرت المعطيات فهل الدول التي استقلت قبل 74 أو بعد 74 رجعت عن استقلالها وقلنا لقد أخطأنا؟ يقول أجبه على هذه النقطة، الجزائر متمسكة بوحدة أراضي دول أخرى، ولكن في مسألة المغرب هو الاستثناء. أجب على هذه النقطة حتى أعود إليه. سأجيب على ذلك. متمسكة بوحدة العراق وتتمسك بوحدة إسبانيا، ولكن أرض الصحراء الغربية اسمها صحراء غربية ولم تكن يوما مغربية، ولأن هؤلاء منطقة مستعمرة وبالتالي لها الحق في تقرير مصيرها. إنها أرض لم تكن يوما مغربية، وبالتالي استقرار الدول يأتي يأتي عند اقتطاع قطع منها أو إضافة قطع أخرى. فإضافة الصحراء الغربية إلى المغرب التي لم تكن يوما صحراوية، وهذا ما قيل في لاهاي في 76 في 74. ومن أراد أن يرى ذلك أن يتأكد من ذلك فعليه. دكتور منار سليمي، يعني حتى الحملة الدولية الرافضة لاستفتاء كردستان في العراق وكتالونيا في إسبانيا لا تؤثر على رؤية الجزائر للحل اليوم. ويقول ضيفي هنا في الاستوديو الحق حق ولو طال الزمن ولا شيء يتغير، وحتى كلامك بأن المعطيات تغير والتوازنات تغيرت هذا كلام مردود عليه. دكتور منار سليمي، ردك على ضيفي، تفضل. هذا ليس كلاما علميا،
بمعنى أنني يفترض أن أناقش ودعني أتحدث. هذا تفضل. ليس كلاما علميا، هذه عبارة عن مقولات عامة. أولا أوضح، أنا تحدثت عن خطاب الجزائر في الجمعية العامة وليس توصيات الجمعية العامة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الذين يعرفون القانون الدولي جيدا، هناك العديد من المبادئ التي تغيرت إلى درجة أنه في لحظة معينة مثلا كان هناك أعطيك مثال حول مسألة تقرير المصير فقد تغير. كان هناك نقاش، إذا كنت تعرف جيدا أرشيف الأمم المتحدة، كان هناك نقاش من أجل أن يتم تجاوز مجموعة من المعطيات. وأعطيك قاعدة في القانون تقول، في القاعدة تقول بأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تغير أحيانا محتوى القواعد. أنتم لا زلتم تتحدثون عن توصية قديمة لا توجد هذه. دعني أرجوك لا تقاطع حتى يكمل فكرته كما سمح لك بأن تكمل فكرتك. تفضل. أخطاء سيد منار سليمي، لأنك استرسل لو ترتكب سمحت. أخطاء في القانون الدولي، ترتكب أخطاء ويجب أن أصحح لك. لما تقول ليس هناك صحراوي، أعطيك مثال واحد فقط. اليوم هناك صحراوي ينظم البطولة الإفريقية، اسمع لي، من الأراضي المغربية الجنوبية، ينظم البطولة الإفريقية لكرة اليد. أعطيك الاسم، العدلي الحنفي من سمارة. اعطيني أنت، وتقول لما تتحدث بهذا الشكل الكليات، وهذا خطأ معروف. أنت أستاذ ويجب أن يكون هناك نوع، بمعنى في كلماتك وأحكامك لا تتحدث بالعموميات. سيد منار سليمي يقول أن هذا حق. أنتم لديكم ملف واحد. أي سيد منار سليمي حتى ربما وجه دفة الحديث، يقول أن هذا الحق نص عليه قرار أممي لمجلس الأمن، ومهما طال الزمن فلا يتغير حتى ولكن تغيرت التوازنات الدولية. أنا أطلب منه العودة إلى آخر القرارات. بمعنى اليوم في إفريقيا الجزائر وموغابي هم الذين يرددون هذا الخطاب فقط. آخر القرارات أعطيه القرار 23 51 ليعد ويقرأه جيدا، وتقرير الأمين العام. أنا أتحدث هنا وأمامه الحجج ويمكن أن يرد علي إذا كنت خاطئ. لست خاطئ. الأمين العام قال بأن تقرير المصير بالطريقة القديمة بات مرفوضا. جيد. ويجب البحث عن آليات أخرى. النقطة. ثم القرار 23 51 لا وجود لمصطلح تقرير المصير أو شيء آخر. تقرير المصير بالطريقة القديمة أصبح مرفوضا. يقول هذا ربما الكلام منسوب إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة حاليا وفق ما يقوله ضيفي. ويقول أيضا ضيفي في كتاباته أنه سيكون من الصعب اليوم على البوليساريو والجزائر الاستمرار في الضغط على المغرب بآلية تقرير المصير المقرون بالاستفتاء. تقرير المصير بمعناه الكلاسيكي انتهى. الله أعلم أننا لسنا متفقين في المرجعية. هي الآن تحديد المرجعية ويتكلم على القانون الدولي الذي لا يفقهه. ليس لك مرجعية لا يفقه. لا دكتور خليف، نبقى نحافظ على مستوى من الحديث. لا تكلم وقال بأنني لا أفقه ولم تجبه. لم أسمع. أنا أعتذر منك. إذا سمعته. لا أنا أعتذر منك. دعوا يشتم. معليش. لا أنا أعتذر منك. وحقيقة دكتور زيدان خليف، لحظة فقط تسمح لي. حقيقة لم أسمع. خلاص. لأنه في أحيانا ما ضيعوش الوقت. أحيانا لدي اتصالات من الغرفة الفنية. أنا أعتذر منك إن قال، وأرجو منك يا سيدي عذرك مقبول. خلينا نكمل النقاش. سيد منار سليمي أطلب منك أن تسحب كلامك. ما تفهمين. المهم ليس صحيح. أنا قلت بأنه لا يتحدث بلغة القانون الدولي. هذا سأتكلم لك بلغة القانون. لا يتحدث. حتى وجه بأنه لا يتحدث بالمرجعية. يقول تقرير المصير. عادي. اطلب مني المعذرة بعد. خلينا نكمل. تقرير المصير بمعناه الكلاسيكي لم يعد قائمة. المهم تقرير المصير كلاسيكي أو غير كلاسيكي، نحن مرجعيتنا الجمعية الأممية ومجلس الأمن. مجلس الأمن الآن يدفع أموال إلى المينورسو التي ستصهر على هذا الاستفتاء. في صلب مهمات. هي اسمها المينورسو للاستفتاء هي الريفيراندوم. هي اسمها الريفيراندوم. الاسم نتاعها ريفيراندوم. يقول أن الأمور تغيرت اليوم. الأمور تغيرت. هل تغير قرار مجلس الأمن الذي كل عام في أفريل يمدد إلى المينورسو؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أريد أن أسأل الأستاذ ما هي الخريطة التي وضعها محمد السادس عند رجوعه إلى الاتحاد الأفريقي؟ ألم تكن من طنجة إلى الطاح
والطاح هي آخر نقطة هي في حدود المغرب 1956 عندما دخل محمد السادس وطلب عضويته في جمعية الأمم الاتحاد الأفريقي. وضع هذه الخارطة لأن من مبادئ الاتحاد الأفريقي ألا تحرك الحدود التي ورثت عن الاستعمار، ومحمد السادس وضع هذه الخريطة. الشيء الثاني، إذا أردتم أن تأخذوا الصحراء وإذا أخذتموها فالجزائريون هم الذين يدفعون ثمن العرس، فلماذا لا تطالبون ب6 مناطق محتلة من الإسبان، بسبتة ومليليا وجزر ليلى وكل هذه الأماكن التي محتلة من الإسبان؟ لأن الصحراء الغربية قرار المغرب فيها ليس سياديا، هو بدافع من الأوروبا حتى يصل يوما أن لا تكون دولة قد تخرج عن نطاق وقد لا تتلبى مع الدول. تطرقت إلى نقاط عديدة لن ألخصها للدكتور منار سليمي يجيبك على كل ما ذهبت إليه دكتور زيدان خليف. تفضل سيد منار سليمي. أولا، النقطة المتعلقة بالاتحاد الإفريقي وبيننا الحجج أدعوه إلى العودة إلى الوثيقة، لا يتحدث نيابة عن الدول الأخرى. الجزائر وحدها هي التي طرحت مسألة الحدود الموروثة على الاستعمار، وسأقول له لماذا. مسألة الخريطة لا أعرف من أين أتى بهذه المعلومة، ليست صحيحة ولا يجب أن نكذب عن المشاهدين. مكتوبة على الاتحاد الأفريقي، مكتوب على الاتحاد الأفريقي. أنا أدعو المشاهدين بالعودة إلى الوثيقة. الجزائر وحدها التي تحدث. ولماذا تتحدث عن الحدود الموروثة على الاستعمار؟ وهنا أجيبك عن قضية سبتة ومليليا. الجزائر تتحدث عن الحدود الموروثة على الاستعمار لأنها تخاف من أن يطرح المغرب مسألة الصحراء الشرقية، وهناك مغاربة لديهم أراضي أخذتها الجزائر ووثقوا هذه الأراضي، ويمكن أن تذهب وتقع عند موثقين فرنسيين. موجودة هذه الدولة العثمانية، لا تنسى تراب الدولة العثمانية، لأن الجزائر كانت عثمانية. أنا أتحدث هنا موجودة الوثائق وموثقة عند الفرنسيين، وفي يوم ما ستسمح الدولة لهؤلاء الأشخاص بأن يرفعوا دعاوى أمام المحاكم الفرنسية ضد الجزائر. أتمنى أن أكون حاضرا وتكون حاضرا لأنها لا توجد. كيف يعقل أن تتحدث عن الحدود الموروثة على الاستعمار وفي نفس الوقت تتحدث عن حق تقرير المصير؟ أنت تعرف أي نعم، تقرير المصير منطقة لا تنتمي إلى المغرب. أنت مرة أخرى أذكرك بأنك أستاذ، لا يجب أن نتمسك بالشيء ونقيده. مسألة أخرى وهي لما تتحدث أدعوك قلت بالعودة إلى وثائق الاتحاد الإفريقي، لأن مسألة الاتحاد الإفريقي جعلت الجزائر بمعنى أنها تدخل هذه المرحلة. ما هي الخريطة؟ أجبني عن الخريطة كاملة موجودة. أعطيني كاملة. أعطيني كاملة. بمعنى يقول تشمل الصحراء الغربية. أنا أعطيك الوثيقة موجودة، والجزائر وجنوب إفريقيا. حتى لا نتوقف عند نقطة واحدة سيد منار سليمي. ليست معلومة صحيحة، لا يجب أن نكذب على المشاهدين. هي موضوعة حتى نعود إلى الاتحاد الأفريقي وعلى كل مشاهد يراها، فهي من طنجة إلى الطاح. ما الذي تقصده؟ بمعنى أنه اعتراف من المغرب؟ بطبيعة الحال هي من القوانين الملزمة في الاتحاد الأفريقي أن دخول أي دولة عليها أن تعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار بعد الاستقلال. دعه يجيبك. المغرب اعترف بهذه الحدود الموروثة بعد الاستقلال أولا. يقول ثانيا أن مسألة تقرير المصير هي في صلب بعثة المينورس وحتى في اسمها دكتور منار سليمي، بمعنى أن تقرير المصير بمعناه الكلاسيكي الذي اعتبرته أنت بات مرفوضا ما زال قائما. أجبه على هذه النقطة تحديدا لأن الوقت داهمنا وقد نختم بعد دقيقتين. النقطة الأولى المتعلقة بالحدود الموروثة على الاستعمار طرحت الجزائر وحدها، وقلت لماذا، وأتحداه وأمامنا الزمن أن يأتي بهذه الخريطة التي يتحدث عنها، غير موجودة نهائيا. المغرب دخل بدون تحفظات وهذا واضح، والأرشيف موجود وكل الوثائق هي موجودة. المسألة الثانية، لما يتحدث عن القوات الأممية فالكل يعرف بأن الأمم المتحدة تجاوزت فكرة الاستفتاء. اليوم
هناك الحكم الذاتي الذي هو موجود على طاولة المفاوضات. عود إلى القرار.